مش كل واحد بيبيع المنتج بسعر أقل منك يبقى بيحرق السعر. حرق الأسعار ده أسلوب بتستخدمه أحيانا بعض مؤسسات تجارة التجزئة عن طريق إنها بتبيع المنتج بأقل من تكلفته المتغيرة، وده بيبقى بهدف رفع السيولة النقدية في المؤسسة. وبالمناسبة ده أسلوب مش مستحب ولا ينصح به إلا في حالات نادرة جدا. عشان كده بقولك لو الشخص اللي انت شايفه بيحرق ده كان بيكسب هامش ربح ولو قليل على هيكل تكلفة المنتج اللي انت متخيل انه بيحرق سعره، يبقى هو مش بيحرق ولا حاجة. كل الحكاية ان هيكل التكلفة عنده مختلف عن هيكل التكلفة عندك. طب امتى اقول ان المنافس بتاعي بيحرق الاسعار؟ لما تتأكد انه بيبيع المنتج بأقل من تكلفته عليه هو، مش بأقل من تكلفة المنتج ده عليك انت او بأقل من سعرك انت. والحرق ده يعتبر واحد من استراتيجيات المنافسة السعرية اللي هي بالمناسبة كتير جدا وبتختلف باختلاف عدة عوامل، هتلاقيني بشرحها كلها بالتفصيل في دبلومة التسويق الشاملة. زور موقعنا عشان تعرف أكتر عن محتوى دبلومة التسويق الشاملة، واملى الفورم دلوقتي عشان تلحق مكانك في الدبلومة، لأن الاشتراك بأولوية الحجز.